بص يا بطل، خلينا اكون صريحة معاك. انت دلوقتي في مرحلة كل يوم فيها بيفرق. مش عايزاك تتوتر، بس كمان مش عايزاك تستهون. يعني يوم العيد تحديدا بيكون اختبار حقيقي، مش في المذاكرة، لا، في السيطرة على نفسك. يعني ايه؟ يعني هل هتعرف تفرح من غير ما تضيع نفسك؟ هل هتعرف توازن؟ ولا كمان هتسيب نفسك تمشي مع اي حاجة وخلاص؟ علشان كده الناس بتتقسم 3 انواع في يوم العيد من طلاب تالتة ثانوي، وخلينا اقول لكم بالتفصيل كل نوع بيعمل ايه وازاي انت تبقى اذكى منهم كلهم. الجزء الاول من الناس، ودي بتكون ناوية تذاكر يوم العيد. لو انت من الناس اللي قالت لا انا هذاكر يوم العيد، فبصراحة كده انت شخص عندك هدف، وده في حد ذاته حاجة كبيرة. بس خد بالك في غلطة كبيرة جدا ناس كتير بتقع فيها، وهي انه بيحول يوم العيد ليوم عذاب. يعني يقعد بالساعات يضغط على نفسه ويحس انه محروم من كل حاجة، وفجأة يكره المذاكرة ويكره اليوم، ويمكن يسيب كله. يعني يسيب، بص، يعني يعمل كل حاجة ويسيب المذاكرة وهكذا. فاهمين انتوا؟ فالصح ايه؟ الصح انك تذاكر بس بذكاء مش بعنف. يعني ذاكر من 3 ل 4 ساعات بالكتير، قسمهم على فترات، ساعة وخد بريك، ساعة وخد بريك، وهكذا. وكمان اختار حاجة خفيفة. يعني لما تذاكر مادة خفيفة سهلة، تراجعها، تحل عليها، تلخصها، هكذا. بلاش تبدأ بباب يعني جديد وتبقى عايز تقفل الباب ده. لا، ما تعملش كده. ليه؟ علشان دماغك مش بتكون في المود اصلا، فما تظلمش نفسك بحاجة صعبة. وكمان اهم نقطة ان انت تربط المذاكرة بحاجة حلوة بعدها. يعني تقول مثلا هذاكر الساعة دي وبعدها اتفرج مثلا على فيلم مثلا نزل، او مثلا هنزل بقى اللي هو عيد وكده. فاهمين؟ يعني كده انت بتدي لنفسك دافع. وخد بالك، يعني مش مهم تذاكر كتير، يعني المهم انك ما تكونش عديت اليوم من غير ما تكون ذاكرت. ده اول نوع يا جماعه. طيب النوع التاني من الطلاب اللي هو الطلاب اللي ناويه تخرج وتنبسط يوم العيد. طيب لو انت بقى من الناس اللي قالت انا عايزه اعيش يوم العيد، عايزه اخرج وانبسط واشوف اصحابي، ده حقك جدا ومحدش يقدر يقولك لا. بس المشكله مش في الخروجه، المشكله في الاحساس اللي بيجي بعدها. انك تبقى خارج بس دماغك كلها في المذاكره، تبقى قاعد مع اصحابك بس جواك صوت بيقول انت بتضيع وقتك، انت غلط. طيب نعمل ايه؟ لان ده اسوأ احساس ممكن تعيشه. فالحل بسيط جدا، بس فرق مع ناس كتير جدا. يعني انك تذاكر قبل ما تخرج، مثلا تذاكر ساعة، نص ساعة، او حتى تلخص صفحة او تذاكر صفحة. ليه؟ علشان لما تخرج وانت مرتاح وانت حاسس انك عملت اللي عليك، صدقني الخروجه دي هتبقى احلى 100 مرة من انك تكون خارج مع اصحابك من غير ما تكون ذاكرت حتى ولو ساعة. وكمان نقطة مهمة، حدد وقت الرجوع. مش تقعد مثلا 24 ساعة اليوم كله مع اصحابك، لا، حدد وقت انك هترجع الساعة كذا. بلاش تقول نخرج وخلاص ونشوف وتقول هشوف بقى ارجع امتى. لا، حدد أو قبل ما تخرج انك هتخرج تقعد مع اصحابك مثلا 3 ساعات 4 ساعات وهكذا. ليه بقى؟ علشان ما تقعدش مثلا تضيع وقتك على الفاضي. يعني فاهمين؟ وتلاقي اليوم كله في الاخر ضاع. وخد بالك التحكم في وقتك هو اللي هيخليك مختلف جدا. النوع الثالث من الطلاب اللي هو ناوي ينام ويرتاح. طيب نيجي بقى للفئة التالتة اللي هي انا هنام بقى ومش فارقة. بص، انا مش ضد الراحة خالص، بالعكس الراحة مهمة جدا، بس في فرق بين الراحة والضياع. انك تنام شوية عشان تفصل ده صح، انك تنام اليوم كله وتصحى تايه ده غلط. يعني ايه؟ او تعمل ايه تاني؟ نام كويس واصحى بدري، يعني خليها مثلا 11 12، بس صلاة العيد اهم يا جماعة. فاهمين؟ يعني اعمل حاجة مثلا بسيطة بعدها، حتى لو نص ساعة مذاكرة، مراجعة سريعة. ليه تراجع مراجعة بسيطة؟ علشان تحس ان اليوم ليه قيمة. بلاش اليوم يعدي كده من غير ما تفتكر عملت فيه ايه. وخد بالك الاحساس بالانجاز حتى لو صغير بيفرق جدا في نفسيتك. اهم حاجة انا بقى عايزاكم تركزوا معايا جدا في الكلام اللي هقوله ده، علشان ده اهم جزء في الفيديو بص، كله. الحقيقة بقى اللي محدش بيقولها، مش يوم العيد هو اللي هيضيعك ومش هو اللي هينجحك. اللي هيعمل كده فعلا هو طريقة تفكيرك. يعني ايه بقى؟ يعني في طالب ممكن يخرج يوم العيد وينبسط جدا ويرجع تاني يوم يكمل عادي وكأن مفيش حاجة حصلت، وطالب تاني يقعد في البيت ويحاول يذاكر وبرضه يضيع وقته. فاهم الفرق بقى فين؟ الموضوع يعني مش في هتعمل ايه، الموضوع هترجع ازاي بعد العيد. اكبر مشكلة بتقابل طلاب تالتة ثانوي مش يوم العيد، المشكلة في اليوم اللي بعده اللي هو تاني يوم العيد.
اليوم اللي بتصحى فيه تقول انا لسه في مود العيد، هبدأ بكرة، وبكرة تبقى بعده وبعده وهكذا، وفجأة تلاقي نفسك خرجت من المود خالص. وعشان كده الطالب الشاطر مش اللي بيضغط نفسه يوم العيد، الطالب الشاطر هو اللي عارف يرجع بسرعة، يعمل كنترول لنفسه. يعني هتعمل ايه قبل يوم العيد؟ حدد انت هتبدأ امتى بعده، قول لنفسك انا يوم كذا الساعة كذا هرجع، حتى لو بداية بسيطة جدا. ليه؟ علشان دماغك يبقى عارف ان في رجوع، مش سايب الموضوع كده مفتوح. دماغك ذكي جدا، بس لو سبت له القيادة هيوديك في حتة مش حلوة خالص. دماغك بيحب الراحة، بيحب التأجيل، بيحب يقولك لسه بدري، لكن انت لازم تبقى اذكى منه. ازاي طيب ابقى اذكى من دماغي؟ انك تتحكم فيه بدل ما هو يتحكم فيك. يعني تعمل كنترول في الوقت اللي لازم تعمل فيه كنترول. يعني ازاي؟ يعني لما دماغك يقولك خلاص النهارده عيد مفيش مذاكرة، قوله تمام، بس هعمل نص ساعة كده بس مذاكرة. لما يقولك نام بقى اليوم كله، قوله هرتاح بس مش هضيع اليوم كله. كده انت اللي ماسك نفسك، ماسك الكنترول، انت اللي بتتحكم في نفسك. وعايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، ما تستهونوش بيوم واحد. ناس كتير بتقول هو يوم يعني هيأثر في ايه، بس الحقيقة ان اليوم ده ممكن يفرق جدا. ليه؟ علشان يوم ممكن يتحول ل3 ايام، و3 ايام ممكن يتحولوا لاسبوع، واسبوع ممكن يبقى بداية انك تقع. وفي نفس الوقت يوم واحد صح ممكن يديك دفعة رهيبة. يعني يوم العيد ده ممكن يكون بداية انك تظبط نفسك، او بداية انك تسيب نفسك. الاختيار بيكون بايدك. تخيل معايا كده طالب خرج يوم العيد بس قبلها ذاكر ساعة مثلا ورجع بدري، وتاني يوم بدأ عادي. اما الطالب التاني قال يلا نعيش بقى وضيع اليوم كله واليوم اللي بعده كمان وبعده اسبوع. مين فيهم بقى هيبقى متقدم بعدين، بعد 15 يوم، بعد اسبوع؟ اكيد الاول طبعا، مش لانه عبقري، بس لانه عرف يسيطر وعرف يمشي الامور صح. ويا جماعة لازم تبقوا عارفين انت مش محتاج تبقى مثالي، ومش محتاج تحرم نفسك من العيد. انت محتاج تبقى واعي مدرك، عارف امتى تريح وامتى ترجع، وامتى تحط حدود لنفسك. ودي مهارة لو اتعلمتها دلوقتي هتفيدك طول حياتك. وما ننساش يا جماعة الحاجات دي، ان احنا ما نقارنش نفسنا بحد. ما تسمعش اللي يقولك سيبك وعيش، وما تمشيش ورا اي حد يقولك ذاكر 24 ساعة. اعمل توازن، التوازن هو السر، وهو اللي محدش بيرضى يقول لحد عليه. وما تضيعش يوم كامل على الفاضي، واعمل حاجة حتى لو صغيرة جدا. افتكروا دايما ان الاستمرارية اهم من الحماس. ودلوقتي بقى عايزة اشوفكم في الكومنتات، قولولي بقى انتوا هتعملوا ايه؟ هتذاكروا، هتخرجوا، هتناموا، ولا هتعملوا ميكس؟ وبس كده، شيروا الفيديو لأي حد في ثانوية عامة عشان يستفاد.